السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وضغط لايك. من كتاب أحكام النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمتشط بالعسل، وأن نختضب الغنز، ولا نقحل أيدينا مثل أيدي الرجال، وأن نختضب الغنز وهو خضب اليد كلها بالحناء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تكون يد المرأة كيد الرجل. بغض العرب منذ القدم أن تكون المرأة سلتاء مرهاء. السلتاء هي التي لا تختضب، يعني لا تختضب يدها بالحناء. أما المرهاء فهي التي لا تكتحل، لا يكون في عينيها كحل ولا في يدها خضاب. فهذا النوع كرهه العرب للمرأة، أن تكون في فراش الرجل. وفي الختام، لا تبخلوا بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.